يا شباب، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد في شين مخ الهضره. ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم كما تعرف نفس كل جورنال الاخراني وفات ماتشات الكل كاملوا، نحكيو على ماتش السي اس اس والكلوب افريكان في الفيديو نتاع حلقه اليوم اللي فيه واحد مقابل واحد. ستاد تونسيا او الاسبيرونس ستاد تونسيا فاز واحد مقابل صفر، وكلاسيكو او الدربي الساحل ما بين الاتحاد المنستيري في مستير في مصر بن جنات ضد النجم الساحلي كيف كيف، وفيه واحد مقابل واحد. دونك فيديو اليوم باش نخصوه على ماتش كلوب افريكان وماتش سي اس اس، باش نحاولوا نحكيو على الحاجات اللي صاروا في الماتش هذا، الحاجات الباهيه الحاجات الخايبه، شنو الحاجات اللي خلت سي اس اس تكمل بالريزلتا هذه، وشنو الحاجات الناقصه اللي خلت سي اس اس ما تفوزش، وبالعكس كيف نحكيو على كلوب افريكان من الكوتي الاخرى، شنو الحاجه اللي كانت ناقصه لكلوب افريكان باش تفوز، شنو النقائص الكبيره. شفنا غضب كبير من جماهير النادي الافريقي بعد الماتش، اللي موجودين في الاستاد اللي مش موجودين في الاستاد، غضب كبير. ما نجموش نقولوا 100% من رودمون نتاع الفريق، لكن في اوقات معينه تنجم تحكي على رودمون، تنجم تحكي على كلوب افريكان. تو ندخلوا اصلا في الديتايات هذوما، لكن فما برشا اسامي ما همش نتاع ملاعبيه لعبوا كتير في النادي الافريقي، ما همش ملاعبيه من اصله ويتقمصوا زي النادي الافريقي. هذه مشكله كبيره نشوفوا فيها في جمعيتنا تو الكل. برشا ملاعبيه مانيش عارف بين قوسين، نجم يكون سمسيرة، نجم يكون صاحب سيفلين، نجم يكون صاحب سيفلتين، نجم يكون اللي تخلون في مخك، لكن فما ملاعبين معينين ما ينجحوش يلعبوا اقل القليل تتولير في الجمعيات الكبار هذوما نتاعنا اللي ديما نشوفوا فيها مشاكل، ونشوفوا تسمسير ونشوفوا تعكعيك. فما اسامي يوسف معناتها يكبشوا في الجمعيه كالبرد، عرفت، ما يحبوش يخرجوا. اول حاجه نبدا بها واللي هي تشكيله النادي الافريقي، التشكيله العاديه اللي ما تكوروا بها. باش نبداو دقيقه نبداو حراس المرمى. لاعب الشاب عبد المهيب، أربعة بتاع الديفونس، نمبر 1 في الأربعة اللي موجودين في الديفونس واللي هو حسين بن علي. حسين بن علي اللاعب هذه ما شاء الله عليه، صارت له إصابة، إن شاء الله ندعو له بالشفاء العاجل. اللاعب هذايا كل ما يترشخ وكل ما يعمل حاجة باهية إلا ما يصير إصابة ولا يصير له وهكا صحية صغيرة. ديما كل ما يترشخ كل ما يعطي البلوز لازم يصير له حاجة. إن شاء الله أشرى ربي يشفيه ويرجع على القريب العاجل للميادين. لاعب ما شاء الله عليه تقنيس كوارجي. كنت حكيت أصلا على اللاعبين اللي توجهوا في النادي الافريقي، خاصه اللاعبين الجدد. فرحانه برشا في رشاوات اللي هو بيان سور هداف البطوله، حتى حد ما ينجم ينقص من قيمه المهاجم هذا، سواء لا نحكي ولا امور تهديفيه كارقام ولا حتى تكنيكمون سير تيران. لاعبين ما شاء الله عليه نزيدو نحكيو عليهم بعد. بان علي كيف كنت فرحت برشا بوجوده في النادي الافريقي، خاطر اللاعب هذا يستحق كونه يلعب في جمعيه من واحد من الجمعيات الكبار اللي موجودين في الشامبيون نتاعنا، خاصه قاعد يعطي في روندمون كبير على الاخر، ويستحق كونه يهز تيتر والا يلعب ماتشات كبار في كاريره قبل ما خاطر ديجا مش صغير في العمر. يعني اللاعب هذا يستحق كونه يكور، وما شاء الله عليه بريسك مع هو وشوات احسن زوج لاعبين موجودين في النادي الافريقي. نتعداو وسط ميدان النادي الافريقي اللي انا نراه مشكله كبيره وسط ميدان النادي الافريقي قسما بالله يا شباب. يمكن عباد نشاط نشرا، يمكن عباد تدخل في الشحكه هذه فاش يخرف، لكن في شونجمون واحد، شونجمون حتى مش بتاع شونجمون مع لاعب بلاعب، وشونجمون بوست كان يصير شونجمون هذايا في النادي الافريقي. النادي الافريقي التركيبه نتاعها الهجوميه والدفاعيه تتبدل كومبليتمون. علاش؟ خاطر وسط الميدان نشوفوا فيه مشاكل في الهجوم، مش يعاون جمله، مش يعطي في كور، مش يعطي في حتى بلوس في الهجوم. وثاني حاجه في الدفاعين، واللي هذه حاجه مهمه على الاخر، الاربعه الدفاع قداش باش تتك عليهم وقداش باش تعمل عليهم على كارديان شيب. كما شفنا خطا كان نجم يتجاوزوا في خطا ضربة جزاء، كان نجم يطيش روحه بالطريقه ذيك، كان نجم يراعش الاتاكون يخليه يتيه بعد يجبد يديه، ما يطيش روحه بالطريقه كونه يخلي روحه كونه يقص ديريكت على الاتاكون. دونك باش يحط ساق ويطيش روحه حتى كان ما فماش فوت باش تزفر بينالتي، خاطر شق عليه ومادام ما باز مش ينقز يعني الجوار سبق الكره وكبعيد ديريكت طيش روحه قناص. دونك بينالتي باش تحسب صحيحه. نحكيو على الدفاع ماكش تعمل عليه برشا، سيرتو لاكس مازال موش حاجه كبيره. علي يوسف سافا يعدي فتره، وعلي يوسف كما العاده ما ثم حتى شيء جديد. بن عبده انت والطرح مش 100%. نعرفوا المشاكل اللي صايره تو مع تيني ويلز، ما حبش يفسخ عقده، حاب ياخذ شهري حتى 2029. يعني ديجا انت دفاعيا عندك نقص بتاع لاعبين. تيني ويلز فما شكون يشهدني الراي يقول كونه اللاعب هذا ينجم يكور في الكلوب ونجم يعطي البلوس، كيما نجم يقول لك مثلا مش علاش نربح انا بوست نتاع لاعب اجنبي في الكوتي هذيك، ونخلي الاجانب على الاقل في الميليو تيران وفي الاتاك مهمين على الاخر. سورتو بعد العقم الكبير اللي موجود والضعف الكبير اللي موجود في وسط المدينه الافريقي. نحكيو على الهجوم. هجوم
راس حربة وحده، فراس شوات يفارع وحده مسكين، يجري يرجع لتالي يموتيفي صحابه، يصفق يدز، يسجل هدف من عدم كما البونتو اللي شفتوه قبل البونتو هذاك. كيف جاتو فرصه كوره راجع هكا مشى ولا تاك تاك مست في ثلاثه، رجع جاتو كوره وب ديريكت صرفقه. كان جاي يلعب اخر يخمم يركع كنترول، يخمم يعمل برشا مواضيع، لين كوره تهرب زي تهرب ومشيت وما فما حتى فرصه. لكن شوات قناص، شوات مليان بتكنيك ذكي، بالرغم من كبير في العمر جيعان كوره مازال يعطي البلوس. وهذه حاجه مهمه على الاخر في تشكيل النادي الافريقي، لازم تبني عليها. عندك بن علي على اليسار، بن علي كمارير، وعندك كيف كيف شو اسمه فراس شوات، هذا مزوز تبني عليهم مستقبل النادي الافريقي. به باش نحكيو لوجيك الشونجمون اللي حكيت عليه انا، واللي نجم يبدل من صورة النادي الافريقي حتى على الاقل شويه، يصلح فيه. نعرف اللي برشا عباد تسب في الزمزمي، وبرشا عباد تسب في الخضراوي، وبرشا عباد تسب في برشا اسامي اخرين، لكن ركزوا توا مع وسط الميدان، خاصه الزمزمي كابيتان النادي الافريقي. الناس الكل نازل عليه هو والزعلوني. بها الزعلوني الحق نتاع ربي ماهوش عاجبني الرندمون نتاعو في النادي الافريقي. تنجم تلوم عليه مش اللاعب اللي يستحق انه يكون تيتيلر في النادي الافريقي، نجم يتعوض فاسيلمون. لكن حاب نحكي توا على الزمزمي. الزمزمي شنو البوست نتاعو في تشكيلة فوزي بزارتي مع النادي الافريقي؟ الزمزمي يلعب سونتينير. الناس الكل يعرفوا شنو البوست هذيك، واللي هي ميليو ديفونسيف، يعني يلعب هو قدامه زوج ملاعبيه اللي هما يتسميو ديريليور. نورمالمون اللوجيك يقول حسب اي رايي انا سيدو خان اللاعب هذا اقرب البوست تاع سونتينير من الزمزمي. علاش؟ على خاطر الزمزمي ما عندوش في ساقيه دفاعيا، ما عنده كان هجوميا، يعرف كيفاش يقدم، يعرف يعطي باس من يسار، يعرف جوي تطلبوا كوره ويسربيهم، تجي فرصه في الديزويت يسرفقها. يعني من اللعب هذايا هجوميا خصاله خير برشا من الخصال الدفاعي. الخصال الدفاعي نتاعو تلعب برشا، ومش اللاعب اللي نستناو فيه باش يلعب هو ماليو ديفونسيف سنتينيل وباش يعاون النادي الافريقي. انا نراه كونه سيدو خان كان ينجم يهبط في التشكيله تيتولير، ما فهمش علاش ما يهبطش، يلعب من الاول لاعب جديد وجو باهي، ديجا 29 سنه عمره، يعني فرصه تو العامين هذوما يصحها مع النادي الافريقي لازم يكور فيهم، لازم ياخذ وقته اكثر ما ينجم، لازم يكون هو كوم سنتينيل قدامه. تنجم تلعب زمزمي بون الاخر اللي هو صغير جاو به، شفنا صغير كيف يكور فرصه نتاع الكوفرون صبها ديريكت شارت ماركيت، جاو برشا فرص تطير من بعيد كيف رجعت له من 18. يعني الصغير جاو به نراه كونه يبقى يكور واموره مريقله. لكن سيدو خان صغير ومعاه الزمزمي يلعب اكثر اوفنسيف، يلعب ريليور، ما يلعبش سنتينيل. راهو كارثه كبيره في النادي الافريقي. مش انا تو باش نجي معناتها برشا عباد نجم يقول لك هذا تفهم خير من فوزي بزارتي انت، ولا ما نعرفش انت اقرب للجولات اكثر من فوزي بزارتي. لا صحيح كلامكم هذايا، راهو انا مش نفهم كوره اكثر من فوزي بزارتي، لكن انا فما لوجيك، فما منطق، فما انسان خساره دفاعيه راه يتعب على الاخر، ما يلعبش دفاعيا، يلعب خساره هجوميه ريديور. هذيك البوست نتاع الزمزمي، والزمزمي كان تلاحظوها وتركزوا معاه ماهوش يلعب مرتاح شوتينا، كل ما ياخذ كوره ما يبداش مرتاح. هذاك علاش في اغلب الفرص واغلب الاهداف اللي يتسجلوا دي كونتر اتاك النادي الافريقي كل كره تتفك من عند الزمزمي، ولا باس ناقص ولا باس غلطه، خاطر السيد يبدا مرتاح كي يعطيك باس لقدام، مش يعطيك باس للتالي. السيد يبدا مرتاح كي يبدا هو مزوز قدامه ويحب يعوج بهم ويطلع، مزوز قدامه يبدا خايف التذيره تتفك ومش عارف شكون مش عادي باس. هذيك مشكله الزمزمي في الرودمان نتاعو، هذاك علاش طاح. يعني تلعب سيدو خان، تلعب الزمزمي، وتلعب بحذاه صغير اللي حتى هو عنده خصال هجوميه باهيه على الاخر. المشكله الثانيه للنادي الافريقي واللي هي مشاكل هجوميه. النادي الافريقي هجوميا شفنا كي زومبي ما تخرج دخل به، لكن بعد بدا يعدي في باسيد، بدا يتاقلم، بدا ياخذ في اكثر كور، ياخذ في اكثر ثقه في روحه. لكن برجوليه خضراوي الزيرو الرودمون نتاعو عباره لاعب مش موجود، ما تشوفوش في التيران من اصله، ما مسش برشا كور، ما ثماش جمله معناتها كي نجم شانجمون يصير في اخر وقت. خاصه الغلطه الثانيه راها عملها فوزي مزارتي، كونه كي عمل شانجمونات نتاعو ودخل شو اسمه اللاعب المسماري، اللاعب الليبي، كي نجم يلعبوا في الكوتي غوش خير من يكونوا يلعبوا كوم دوزيام اتاكون ولا عباره 9.5، يعني ورا المهاجم، واللي هي نصور حاجه غلطه على الاخر. هو صحيح فوزي بزارتي في اخر وقت حب يعمل شانجمون نتاعو باش يحاول يربح ولا يلفق ولا يعمل اي موضوع في اقرب وقت، لكن نتصور كان جي هو المسماري يلعب في الكوتي غوش. المشكله الثانيه يكونوا في دخول كما حكينا المسماري لعب مش البوست نتاعو المسماري. يعني صحيح انت بنزرتي يحاول يدخل اكثر لاعبين هجوم باش معناتها يمارك الهدف الثاني ويرقع الخطا اللي صار نتاع بلانتي وانا ويحاول يفوز. هذيك
لونكومبرمون كيما نقولوا، برشا ملاعبيه موجودين في الاتاك من غير حتى لاعب في البوست نتاعو، مشكش كيف فماش فكر واضح، هذيك اللي تخلي النادي الافريقي ما وجعتش السي اس اس. نحكيو توا شباب على السي اس اس. السي اس عادت ماتش طايره على الاخر، باش ما نكذبش عليكم ونكون صريحه معاكم من غير ما تسبوني. الشباب النادي الافريقي قبل الطرح نحكي انا وصاحبي كليبيس، قلت له راهو الاغلب طرح ماشي انا قال لي هو علاش وعلاش راه فيه يمشي مهدي، قلت له على خاطر برجوليه ما شاء الله على ايمن دحمان. كي يقول لك راهو الجارديان 50% من التشكيله، راهو 50% من التشكيله. شفنا 3-4 كور خرجوا من الكاج، سي بون معناتها مش في الخط من الكاج صحيح، مش بونتو ديريكت خرجهم دحمان. وحاجه برك نحكيش عليها على كلوب افريكا، كيف الحاجه اللي يمكن ناقصه اللي في طرح اليوم، كونه في طرح امبارح كونه بين الايد مالك الرودمون نتاعو ناقص مع الخضراء مش موجود. الهجوم نتاعو نتاع النادي الافريقي تعب على الاخر، يعني لا يزي المليو تعب ولا يزي الهجوم، لي دوزيلي مش موجودين، دونك باز باش تلقى مشاكل كبيره. وكين زومبي وقت يترشق وبيعطي في الرودمون بالزرت يوب ديريكت يمشي يخرج ويدخل بسام صارفي اللي الحق نتاع ربي مازال بعيد برشا الرودمون نتاعو على الرودمون بسام صارفي اللي نعرفوه. دونك نرجعوا للسياسيس. اللعب الدفاعي الحاجه الخايبه اللي نراها للسياسيس اللي علاش لعب الدفاعيين، على خاطر الحق حسب شفنا الحق نتاع ربي كانت نجم تعمل القهر كان لعبت هجوميه، كان ما وخرتش البلوك برشا، ما خرجش الافريقي يكونوا بدايته راح ايكليبيه 10 دقائق لعب. بعد شفنا بعد 10 دقائق كلوب افريكا بتاع في فرص، فهمت اللي سياسيس مؤخر التالي تلعب بلوك با. هذه الحاجه اللي خلت سياسيس هجوميا وحتى تكتيكيا نقصت على الاخر وضعفت على الاخر. والمدرب نتاعها يعني فضل كونه تلعب هكاكا، ما حبش يجازف، ما حبش يلعب معناتها هجوميا طرح كامل ولا بيتون كامل، عكس السياسيس عكس الكلوب افريكا. الكلوب افريكا كي قبلت بونتو ما عملتش ريكسيون، زاد بالعكس طاحت على الاخر تمسوا الجولات الكل. لكن السياسيس كي عملت انا وسجلت بينالتي في اول الشوط الثاني تحسها ديريكت دخلت بروح كون معلش ليا تنجم تسجل الهدف الثاني وتنجم تماركي، لكن مش 100% هجومي، يبقى بلوك ايكيليبري ميديوم، تقدم شويه بركه وترجع، مش كيما الشوط الاول سيه 100% دفاعي، لكن كوميم مش زاد ما ريسكيتش 100%. كيف الحاجه المهمه على الاخر السياسيس اللي نتصور كان جاي بدي السياسيس بموتويبا لاعب اوغندا من اول دقائق في الطرح، نتصور باش يصير شونجمون كامل ونشوفوا سياسيس تلعب خير برشا من 4-3 اللي 3 ولا تلعب 4-2-3-1. هذه الحاجه اللي خلت المهاجم يلعب مرتاح سياسيس. كيف شفنا موتويبا لاعبي بالرسمي مش بتاع دوزيام ميتون، لكن المدرب ما حبش يشاركه من اول ماتش. علاش؟ على خاطر كان يلعب في اوغندا بالرغم ما كانش يلعب الوقت الكبير مع ليكيب ناسيونال نتاع اوغندا، لكن هو ما حبش يريسكي بيه، ما حبش يبدا بيه من اول طرح هاكا من الميتون الثاني هاكا خذا دقائق لعب وظهر كونه اللاعب هذا يستحق على الاخر. السياسيس بالرغم من الاسامي الموجودين فيها هذم الكل ما ننساوش اللي عندها علي معلول مازال ما بداش يكور، عندها مثوثي مازال ما بداش يكور، لاعبين هذوما زوز لاعبين مهمين على الاخر. يمكن برشا من احابيل السياسيس والا حتى من اللي يحبوا الكوره جوز ما عندهمش علاقه بالسياسيس يراو كونوا لاعبين هذوما زوز كبار في العمر باش يعرقلوا باش يتعبوا السياسيس اكثر من اللي يعاونوها. انا راه بالعكس، شفنا الضجه الكبيره اللي صارت من جماهير الاهلي والمسارة بصفة عامة على اللاعب هذا. اليوم يراو أحسن محترف في تاريخ النادي الأهلي المصري. علي معلول بالرسمي ركز من ركائز الأهلي المصري. صحيح شفناه كل ما يجي ليكيب ناسيونال ما ينجحش في منتخب الوطني التونسي، لكن حد ما ينجم ينقص من الإمكانيات نتاعو وحتى بالعمر نتاعو هذا. السيد عرسة من عرس السياسيس. بكار هشام بكار اللاعب هذا اللاعب اللي كان يجي لسبيرونس كيف عمناول لاعبي بالحق عنده ما يقول في روحه، كوارجي على الاخر دفاعيا هجوميا يعطيك البلوس، ملاعب يشجع اصحابه ويدز مع اصحابه موتيفي جيعان كوره في كل بلاصه ما شاء الله اللي تلقاه. يعني السياسيس الحق نتاع بالتشكيله الموجوده اللي عندها فما برشا اسامي نجموا يتعاونوا عليها. من الحاجه اللي تبدا بها حاجه باهيه على الاخر هو الجارديان. نحكيو في الاتاك موجودين لاعبيه كيف يقدموا في البلوس، مازال ما شفناش حاجه كبيره منهم، لكن كوميم شفنا بالويفي ما شاء الله عليه في الكره اللي يجيبها بتاع ضربه جزاء، عرف كيفاش يتحرك وعرف كيفاش ياخذ الكره وعرف كيفاش يطلب الكره ويقنص البينالتي. هذه حاجه مهمه على الاخر. الهجوم تاعو كما حكينا مريقل، ميليتيرا مريقل، دفاع مريقل. السياسيس مازال ناقص شويه اطراف، ونأكد لكم كونه السياسيس عندهم يقر في روحها السيزون تاع السنه ماهيش الجمعيه نتاع
اللي تخمم كونه تمشي تربحها في بلادها ولا تربحها هنا. سي في في استادك دوميسيل مهما كان الجمعيه سواء الكلوب ولا غير الكلوب. سي استثناء حتى بوجود الترجي جرجيسي، بوجود برشا فرق اخرى. نحكيو على سي فريق محترم يصارع وعنده ما يقول في روحه، خاصه اجانب الموجودين في سي اجانب مهمش اجانب جوست هكا موجودين، اجانب كيما شفنا في اسبيرونس ولا في فريق اخر، اجانب يعطيو في البلوس موتيفا، خاصه اللعب هذايا الاقرب باش يكون تيتولير في الماتش الجاي نتاع سي مهما كان ادوميسيل ولا اكستيريور لازم نلعب اللعب هذايا. سي عندها ما تقول في روحها في الشامبيون نتاع السنه. نحكيو على رتبه 11 عملت فوز واحد وعملت زوج تعادلات وزوج هزائم، لكن مازال ما تلعب حتى شيء، مازال شامبيونات طويله. الكلوب افريكان بالتعادل هذايا في المرتبه الثالثه 10 نقاط. جرجيس طلعت هي في المرتبه الاولى بالفوز نتاعها كونتر جيلس، طلعت المرتبه الاولى 13 نقطه. المرتبه الثانيه سا تونيزيان بالفوز نتاعها كونتر لاسبيرونس، والاسبيرونس هي والمتلاوي في المرتبه الرابعه والخامسه 8 نقاط. يعني الشامبيونات سنه مشكشكه. نشوفوا في اليوسمو في المرتبه السابعه، نشوفوا في المرتبه السادسه، نشوفوا في الجي اس او كيف المرتبه السابعه، قروي المرتبه الثامنه، ليتوال التاسعه، سيابي العاشره، والسياسيس 11، بن قردينا 12 وجيبس 13. يعني وثلاثه فرق يلعبوا على اسفل الترتيب، مارسا سليمان باجا. نحكيو على بطوله ما تفهمهاش، فرق الاسبيرونس انهزمت، الكلوب افريكان كيف انهزمت وعملت اكس. جرجيس ما شاء الله ماشيه في ماشيه باهيه، 4 فيكتوار ونول. ستاتيوزيا كيف 3 فيكتوار و2 نول. يعني فما برشا كوره سنيه، فما برشا الشامبيون ما كيفاش يفهمها، مازال ما تلعب حتى شيء كيما حكينا. سي ما تحكموش على الديفيت اللي عملتها والاكس اللي عملتها، مازال تنجم مع كيما حكينا خلود معلول مثلوثي. مدويكي يلعب مدويكي اسمه لاعب تشيلسي، لعب مدويكي وش اسمه حسيت ويلعب تيتولير. باش تشوفوا سياسيس في جمعيه اخرى جمله واحده. شباب حاجه برك نحب نختم فيها الفيديو نتاع اليوم، واللي هي اللقطه نتاع فوزي بنزرتي كيفاش يعارك في الجوارات، كيفاش نشوف الجماهير تشوف البيبز وكل هذيك غاضبين على اللاعبين نتاعهم، هذيك حاجه ما تهمنيش، حاجه تخص الجماهير واللاعبين نتاعهم. نحكيو على فوزي بنزرتي بالايت مالك كيما حكينا عليه ما ظهرش في التيران جمله. بنزرتي كي يعارك وكي يحكي شفنا ردة فعل نتاع بالايت مالك يجاوب فيه، الحاجه اللي خلت بنزرتي يتغشش. من بعد شفنا كيف مشى تقريب الصغير وهو ما تهريكش على البنك البدلاء وضربوا بمشتب شقي. يعني انفعل على الاخر فوزي بنزرتي. الحاجه اللي جوست كان نراها انا مهمه على الاخر، بنزرتي مهما كان بالغش نتاعو بالتنرفيز نتاعو باللي تحب عليه هذاك الكل، راهو ما لازمش اللاعبين يجاوبوا، خاصه في اللحظه هذيك لحظه الغش نتاع المدرب. قالك فادد من الاكس كان نجم كانوا نجم يربح فاسيلمون، جاو 3-4 فرص محققين للتسجيل للكلوب افريكان، خاصه اللقطه تاع الخضراوي بالراس، اللقطه نتاع بالايت مالك اللي خرجوا كينزومبي مارتين راس الجول. كيف لقطات شوات كل ما تجي كوره يحاول يموت فيها ويحاول يسجل اكثر ما ينجم. دونك اللاعب الوحيد اللي يتلمش عليه هو شوات، البقيه الكل لاتاك صفر نتاع الكلوب افريكان. كيف كيما حكينا التوظيف نتاع وسط ميدان جوست يتبدل ما بين السنتينيل يلعب سيدو خان ويدخل ريليور زمزمي، تتفضل الحكايه الكل ساعه على الاخر مع اللاعبين اللي ان شاء الله باش يرجعوا من الاصابه واللي ناقصين دقائق لعب واللي ينجموا يفرضوا في رواحهم اكثر. الكلوب افريكان نادي الافريقي راه في مشكلتها عندها مدرب كبير لكن ما عندهاش اسامي كبار لاعبين، عكس برشا جمعيات اخرى. اكزامبل اسبيرونس عندها تتسمى لاعبين تنجم تعرف كيفاش توظفهم، مدرب يعرف كيفاش يوظفهم، لكن ما عندهاش مدرب اللي هي مشكله كبيره. مانيش الناس الكل عندنا كل شيء، فما عندك حاجه ناقص في حاجه، هذيك حاجه عاديه. هذا الفيديو بتاع اليوم شباب، ان شاء الله يكون عجبكم. لايك كومنتير شير سبسكرايب، باي نتقابلوا في فيديو جديد.